You have blood on your hands. All of Microsoft has blood on its hands. موظفة في مايكروسوفت اسمها ابتهال أبو سعد بتقاطع فعاليات مايكروسوفت لاحتفالها بعيد ميلادها ال50 واللي كان حاضرها بيل جيتس. وفي وسط البرزنتيشن اللي كان بيقدمها السي او للاي اي تولز مصطفى سليمان اللي بالمناسبة سوري الجنسية، بتطلع ابتهال وبتصرخ في وشه Stop using AI for genocide, مصطفى. بتتهم كل شركة مايكروسوفت بالتورط في الإبادة الجماعية في غزة. You are a war profiteer. الفيديو ده انتشر جدا في ال 24 ساعة اللي فاتت، بس يا ترى ابتهال تقصد ايه؟ وازاي مايكروسوفت بتساعد الجيش الإسرائيلي بالاي اي تولز زي ما هي قالت؟ الفيديو ده مهم. دونت سكرول داون. وقعت شركة مايكروسوفت عقود مع وزارة الدفاع الإسرائيلي بقيمة حوالي 10 مليون دولار للحصول على 19,000 ساعة من الدعم الهندسي من مهندسين من شركة مايكروسوفت في مشاريع كلها عسكرية. على سبيل المثال مش الحصر، تحليل قواعد البيانات الجوية، تحليل صور جوية ومراقبة، والاستهداف بواسطة الذكاء الاصطناعي. وكمان منصة ايزر التابعة لمايكروسوفت، ودي كلاود كومبيوتنج سيرفيس ممكن تخزن عليها قاعدة بيانات ضخمة بتساعد وحدات مختلفة في الجيش الإسرائيلي زي وحدة 81 المعنية بالتطور التكنولوجي. بتطور مثلا أدوات عسكرية ذكية زي طائرات بدون طيار ممكن تستهدف بدقة أهداف زي أشخاص أو سيارات بدون تدخل بشري، كله بواسطة الاي اي. وبتساعد كمان الوحدة 8200 بتاعة الحروب الإلكترونية. ولو ما تعرفش دي ايه، دي الذراع الاستخباراتي الإلكتروني في الجيش الإسرائيلي اللي بيتنصت على أي حاجة موجودة أونلاين وأي محتوى خاص باللي ما يتسمى، وبينفذ هجمات سبرانيه واختراقات، بيسلط ذباب الكتروني عشان يثير الفتنه بيننا ونبقى دايما مشتتين ومش مجتمعين على قضيه واحده. مايكروسوفت بتوفر للوحده دي قاعده بيانات ضخمه في منصه ايزر بتساعدها على تخزين كل البيانات اللي هي محتاجاها. كل محتوى موجود اونلاين، وعلى الاغلب الفيديو ده هيتخزن هناك، واي محتوى خاص بالقضيه. ومش بس كده، بتساعدها على تحليل الصور والنص والمعلومات الموجوده في اي محتوى، وتحديد الموقع الجغرافي بسرعه عاليه، وطبعا الترجمه الفوريه للنص. واللي هيقول ان دي كلها اي اي تولز ممكن اي حد يستخدمها في الخير او الشر، احب اقول لك لا، مايكروسوفت متورطه في الاباده بشكل مباشر عن طريق عقود بملايين الدولارات بين الجيش الاسرائيلي ومايكروسوفت، وكمان تجنيد موظفين في مايكروسوفت لخدمه وحده 8200، لدرجه ان موظف استخباراتي في الجيش الاسرائيلي قال ان موظفين مايكروسوفت اللي بيشتغلوا في الوحده دي بيتم الاشاره ليهم على انهم جنود بيشتغلوا معانا. اظن كده دلوقتي احنا فهمنا ليه ابتهال قالت